نزلت اشتري كتكوت عاملين ايه. قمت كده من النوم مخضوضه، قلت يا لهوي انا كنت بحلم ولا كان بجد ولا ايه. كنت بحلم اني باكل سمك. المهم كده ابص في الساعه لقيت الساعه 3 بعد منتصف الليل. قلت هقوم اكل سمك في الوقت ده. يلا يا بت ولا يهمك، قومي بسرعه كده اغسلي وشك واستعدي لكي تفعلي ما لا يمكن فعله في هذا الوقت من الليل. المهم بقى رحت على الحوض، غسلت وشي كده بالصابونه عشان افوق، بدل ما احط حاجه مكان حاجه ولخبط الدنيا، واتبليت طبعا وطلعت كده عشان افوق، لازم انا اتبلى عشان افوق. رحت جايب البرام الرز بتاعي، رحت غسلاه كده وادي له ايه حته غسله بنت اللذينه، وحطيت شويه اللبن وحطيت عليهم شويه ميه دافيين، وصلي على النبي وملح، حطيه في الفرن وقولي له روح ربنا معاك. اهم حاجه ان تكوني مولعه الفرن الاول. رحت هي غسله السمكه دي اللي هي الكبيره دي عشان هتتشوى، ورحت مقطعه البطاطس كده شرنطات، ومقطعه الطماطم، ومقطعه البصل والفلفل كده ايه تقطيعه الشيف وراك السوري. ورحت ما حاطه كله على بعض، واديته شويه زيت ودي وقلبته في بعض، واديله ادي. قمت حاشياه اختي كده من قلبه، ورحت حاطه عليه البطاطس وقلبته كله في بعضه، وحطيت برده الحشوه تاني في قلبه من جوه عشان احشيه كله واحطه في البطاطس. وبعدين حطيت شويه كمون، ورحت حاطه بقى على الوش ورقتين مروه بس ما تكتريش، او 3 4 ورقات، حطيت في الفرن. قلت له روح بقى الله معك. ورحت جايه للسمكه اللي هتتشوى، رحت حاطه عليها شويه رده كده. قلت لها اختي وعادي، قالت لي عادي حرام عليك ده انت هتحطني في نار وهتشوى. رحت بقى بعد ما ردمتها كده بالرده كويس وظبطتها، لازم تغطيها بالرده كويس تغلفيها عشان ما تلزقش في الفرن. وده لقيت السمك كده استوى، قلت الله ينور عليا. ولقيت البرام عمل وش كده من الاحمر اللي قلبك يحبه، ايه في قلبك. فتحت كده على السمكه بعد ما اتشوت، حطيتها في كيس عشان تطرى طبعا لانها كانت ناشفه. رحت رايحه على النيش كده مطلعه الطقم بتاع السمك ده، ولقيت مكتوب على النيش ممنوع اللمسه والاقتراب. قلت يا بنتي مش مشكله، اللي يهمنا ان احنا ندلع كرشنا. وغرفت الرز كده في الطبق، اهم حاجه اولاد الشكل، لان العين بتاكل قبل الكرش طبعا. وكل ده ولاد ما خدش معايا تمن 5 دقايق، الاكله دي كلها في تمن 5 دقايق تمام. وخلصت كده غرفان الرز، ورحت مطلعه السمك اديته حطيته على الشوايه شويه لان وشه لقيته مش عاجبني. قلت لا لازم نديله وش كده حلو، مش كفايه الناس كلها بوشين. رحت غرفه السمك وحطيته، قلت ناخد معاه ذكرى كده، صوره للذكرى الهباب واسنان حياه العذاب. ورحت غمزاله كده. ودي السمكه المشويه ولاد بعد ما طلعتها، ودي الحبشتكنات اللي كانت عليها اللي كانت منها فيها يعني. عيب بقى قوي لما توصلوا لحد هنا وما تعملوش متابعه للصفحه. بس انصحكم ما تنشوش سمك تاني في البيت لانه بينشف في الفرن معرفش ليه. ورحت كده مفصص السمك وقعدت قلت اما ادوق كده العظمه اللي انا عملتها. قلت لا بنت مش هبان من اول مره، دوقي كمان مره. جبت كده البطاطس كده ورحت واكلها، قلت لا تسلم ايديا والله العظيم، والله بجد تسلم ايديا وضوافر عينيا. قلت اجي احط على الرز وادوق الرز اللي انا عاملاه بالسمنه البلدي ده. الحاجات دي كلها بلدي في بلدي، والبلدي يوكل طبعا. المهم ما تقولوش بقى ان انا اكله بالليل واخر الليل والكلام ده. بصي اللي يهمنا ان احنا ندلع كرشين وكله عادي، مفيش حاجه مستحيل. المهم لو وصلتوا لحد هنا يا حلوين ما تنسوش اللايك والكومنت والشير، وتتمنوا لي من قلبكم الخير. سلام عليكم.